إلا كنتي حامل البطاقة الخضراء خاصك دير كاع داكشي اللي عليك باش تحميها. كونك حامل البطاقة الخضراء هذا كيعني أنك إنسان محظوظ ومحظوظ بزاف، أنك مرضي الوالدين، وأهم حاجة أنك مازال ما ضامنش راسك في هاد البلاد. خاصك دير كاع داكشي اللي ممكن باش تحافظ على الاستقرار ديالك في هاد البلاد. في هاد الفيديو غادي نهضروا على الحوايج اللي خاص الناس اللي عندهم الجرين كارد يردوا لها البال. هاد الفيديو مقسم لست الاجزاء، كل جزء فيه نصائح مهمه واللي ما عرفهاش ضيع النص في حياته. هاد النصائح غادي تعاونك باش تحافظ على الوضع ديالك القانوني والاستفاده من حقوقك في الولايات المتحده الامريكيه. طلع دير هذيك الصمته على بركه الله. اولا، الإقامة الفعلية في الولايات المتحدة الأمريكية. يا صديقي العزيز، الإقامة الدائمة لمدة 10 سنوات عندها شروطها. ما بين الشروط الأساسية ما خاصكش تفوت 6 أشهر خارج التراب الأمريكي، بمعنى أنك إذا مشيتي خارج أمريكا وبقيت المدة كتفوت 6 أشهر فأنت كتعرض البطاقة ديالك للخطر، وممكن ما يبقاش عندك كيفاش تجي لأمريكا. فلذلك الإنسان خاصو ديما يرد البال مع التواريخ ويدير واحد الورقة في مكان آمن، وديما يكتب عليها التاريخ المضبوط اللي دخلتي فيه لأمريكا والتاريخ المضبوط اللي سافرتي فيه خارج أمريكا. التواريخ لازم تكون بالعام، الشهر والنهار. هادشي غادي ينفعك بزاف، ونهار تحتاج هاد المعلومات غادي تكون واثق من نفسك. تجنب ما أمكن البقاء خارج أمريكا لفترات قريبة من 6 شهور، حيت ممكن تفقد الوضع ديالك كمقيم دائم، ممكن تمرض قبل من السفر، ممكن يوقع لك مشاكل، ممكن تفشل لك رويضة وانت في الطريق ديالك المطار وتكون مفروض عليك باش تاخذ طيارة حتى اليوم المقبل. فما تحطش راسك في موقف لا تحسد عليه. وحتى إذا كان من الضروري تسافر لفترات طويلة، فكر في الدفع لواحد الوثيقة سميتها إعادة دخول ولا re-entry permit وانت مازال في أمريكا باش تحمي الوضع ديالك القانوني. ثانيا، الالتزام بالقوانين. هذه حاجة باينة ولكن الوضوح مزيان. فالحصول ديالك على البطاقة الخضراء كيعني بأنك مازال تحت المجهر، والحالة ديالك القانونية مازال ما تسوات. خاصك تتحكم في الأعصاب ديالك وما تدخلش في جدالات ولا مشاكل اللي ممكن تأثر عليك في المستقبل. تجنب جميع أنواع الخلافات والجرائم. دير في بالك باللي جرائم ولا مخالفات بسيطة ممكن تخليك تفقد الإقامة ديالك ولا يديروا لك ترحيل. وعمرك ما تحاول تكذب حول الوضعية ديالك القانونية في أمريكا مهما كانت الظروف. فالإقامة ديالك عندها شروط ديالها ولازم تجددها مع الوقت. ثالثا، تفادى تخرج معك البطاقة الخضراء. هذه واحد الحاجة اللي ممكن يغفلوا عليها بزاف ديال الناس. تفادى ما أمكن أنك تخرج معك الجرين كارد. خليها في الحقيبة ديالك وتأكد أنها في بلاصة آمنة. حطها مع الأوراق ديالك اللي مهمين بحال الباسبور والدبلومات في مكان خاص، لأنها في حالة ضاعت لك البطاقة الخضراء فإنها كتاخد واحد الوقت طويل بزاف اللي يقدر يوصل لسنة من الانتظار. ماشي بحال الوثائق بحال درايفر لايسنس اللي تقدر تاخد ليك أسبوع فقط من الانتظار. وإلا بدلتي السكن ربما خاصك ديما تسول عليها واش وصلات ولا لا. فمن الأحسن حطها في مكان آمن ونعس على جنب راحة. قبل ما تحطها في مكان آمن يمكن لك دير لها واحد الصورة وتخليها عندك في الهاتف ديالك. ممكن دير لها فوتوكوبي وتخلي عندك الفوتوكوبي فقط. رابعا، تقديم على الجنسية. بعد ما كدوز 5 سنوات على الإقامة ديالك دائمة في الولايات المتحدة الأمريكية فمن الممكن تقدم على الجنسية. أما بالنسبة للناس اللي جاوا بالزواج فراهم كيتسناو غير 3 سنوات ويمكن يقدموا على الجنسية باش يوليو مواطنين أمريكيين. ملي كتولي عندك الجنسية هادشي كيعطيك استقرار أكثر في أمريكا، بحيث ما كتبقاش مقيد في هذاك القيد ديال ما خاصكش دوز أكثر من 6 شهور خارج أمريكا. إضافة إلى أن الجنسية كتعطيك حقوق أكثر بحال الحق في التصويت وفرص الشغل خاصة بالمواطنين الأمريكيين. خامسا، إبلاغ USCIS بتغيير العنوان. بعد ما درت البحث ديالي في هذا الموضوع لقيت باللي خاص أي واحد حامل البطاقة الخضراء يبلغ دائرة الهجرة والجنسية USCIS بالعنوان ديالو الجديد في مدة لا تتجاوز 10 أيام من الانتقال. حتى فاش كتبغي تدفع الجنسية كيطلبوا منك العناوين اللي سكنتي فيهم وحتى البلايص فين كنتي كتشتغل طول هاد المدة. فملي تقوم بتغيير العنوان ديالك دائما حاول تعقل على البلايص فين سكنتي والمدة اللي دوزتي في كل بلاصة.
سادسا، نصائح أخرى باش ما تطيحش في المشاكل. دائما تأكد من تجديد البطاقة قبل الانتهاء مدة الصلاحية ديالها باش ما تأثرش حول الاستقرار ديالك والوضع ديالك القانوني في أمريكا. ثاني حاجة هي دفع الضرائب. في نهاية ديال كل سنة لازم على كل إنسان مقيم في أمريكا يقدم الإقرارات الضريبية ديالو وتبلغ جميع المداخل ديالك. وخا تكون خارج أمريكا خاصك تلتزم بدفع الضرائب في الوقت، حيت هادشي يقدر يأثر عليك في حالة بغيتي تجدد الجرين كارد ولا تقدم على الجنسية. خاتمة، وصلنا للنهاية ديال هذه الحلقة. كنتمنى هذه الحلقة كانت ممتعة وشيقة. كنتمنى يكونوا واعي بهذه النصائح اللي كتساعدكم على تجنب المشاكل القانونية وضمان مستقبل أفضل في أمريكا. نصائح الحاملين البطاقة الخضراء كانت كالتالي: أولا، عدم تجاوز 6 أشهر خارج أمريكا ودفع Re-entry permit. ثانيا، الالتزام بالقوانين وتفادي المشاكل. ثالثا، الحفاظ على البطاقة الخضراء في مكان آمن. رابعا، بعد 5 سنوات ممكن تقدم على الجنسية الأمريكية. خامسا، إبلاغ USCIS في حالة تغيير العنوان. سادسا، نصائح أخرى اللي شملت التأكد من تجديد البطاقة الخضراء في الوقت والالتزام بدفع الضرائب. كنتمنى الفيديو يكون عطى إضافة لجميع الإخوة والأخوات. إذا وصلت حتى لهنا ما تبخلوش علينا باللايك، خلي لي أي إيموجي في التعليقات، وبارطاج الفيديو مع الصديق ديالك اللي في أمريكا باش ما يطيحش في هذه المشاكل.